هنا علشان الأسئلة بس والإجابات تكون بشكل مباشر. اللي بيتساءل هل أنصار بيت المقدس جزء من تنظيم الإخوان؟ نعم، هم جزء من تنظيم الإخوان. لماذا نعم؟ لكل ما أورده الدكتور سمير غطاس من مبررات. طيب ليه الرد الفعل الوحيد اللي خرج عن الإخوان واللي ظهر قدام حضراتكم على الشاشة يطلع يقول إن أنصار بيت المقدس هم مش من الإخوان، وإن ده استباق للتحقيقات؟ ده لأن ده جزء من النشاط الإعلامي، باعتبار أن هذا التنظيم بعد هذا الرفض الشعبي، وركزوا معايا في اللي هقوله، العربي مش المصري، الرفض الشعبي العربي الجارف، اتحولوا لظاهرة إعلامية. يعني هم دلوقتي بدل ما كانوا بيعيشوا على الأرض وفي الأحياء الفقيرة وبيدخلوا للمهمشين ويعملوا حشودهم وجماعاتهم وسط الفقراء، هيبدأوا يبقوا ظاهرة على الإنترنت، يعني زي كل الجماعات المتخيلة. اللي بنقوله ده احنا هندلل عليه شوية شوية، لكن علشان ما نلاقيش حد بيطرح السؤال في صورته البدائية بأنه مين قال إن أنصار بيت المقدس جزء من تنظيم الإخوان، بما إن أنصار بيت المقدس هي اللي عمالة تعلن عن نفسها كل شوية، تعالوا إحنا نحاول نفهم من بيت المقدس نفسها. لو خدت حضراتكم للبيان اللي صدر بعد اغتيال الشهيد محمد مبروك، علشان تعرفوا قد إيه الجماعة دي كذابة، هي جماعة كذابة. في البيان اللي صدر بعد استشهاد الشهيد محمد مبروك بتقول فيه جماعة أنصار بيت المقدس إن هي مسؤولة عن تنفيذ هذه العملية، بس بتقول ما هو أخطر من كده، بتقول إن العملية دي بتأتي رد على إلقاء القبض على جماعة 7 الصبح والحرائر. يعني الناس دي نازلة تقتل علشان مين؟ علشان فتيات الإخوان. علشان ايه؟ علشان عودة مرسي. علشان ايه؟ علشان الشرعية. يبقى الناس دي جزء من كل بيقول نفس المبادئ، ولا احنا كذابين؟ مين الكذاب؟ وده موجود على الموقع الرسمي للبيان الرسمي اللي بعد استشهاد الشهيد محمد مبروك لجماعة أنصار بيت المقدس. تعالوا نروح لحتة تانية. طيب بعد تفجير وزير الداخلية محاولة اغتياله، أنصار بيت المقدس برضو أعلنوا إن هم مسؤولين. ما هو دكتور سمير غطاس قال لنا إن ده الجناح العسكري المباشر اللي بيؤدي الأدوار المنوطة به بعد تقليص وتقويض فرص حماس للدخول واللعب في الواقع المصري. فكان لازم يبقى فيه عندنا احنا في الجزء اللي يخصنا من دولتنا من يمثل الذراع العسكري لهذا التنظيم الإرهابي. في البيان اللي صدر بعد محاولة اغتيال وزير الداخلية بيقول بشكل مباشر في الفقرة الثانية إن هم جماعة تعمل من أجل إقامة دين الله والجهاد يعني إثبات أن الأمة المسلمة في مصر تحزن وتتأثر من الآلام والمجازر. مجزرة هو مسميها كده مذبحة الساجدين عند الحرس الجمهوري وربع العدوية والنهضة. الناس دي بتشتغل علشان تنفذ أجندة التنظيم ولا بتشتغل لأهداف أخرى؟ إذا كان عندها أهداف أخرى غير الأهداف المعلنة لحزب الحرية والعدالة والأحزاب اللي على شاكلته، علشان بس لحظة الجرأة، لو أنصار بيت المقدس بتشتغل خارج المنظومة دي يبقى عندها أهداف أخرى. هل الأهداف اللي بتقولها تقول إن هم جزء من كل اسمه التنظيم؟ أنا أعتقد إنه ربنا الآن بيعطينا فرصة إن احنا نفهم إنه حتى تنظيم القاعدة خرج من هذه العباءة بكل ما له وما عليه، وإن المسألة زي ما أحيانا بيحاولوا يضحكوا علينا ويقولوا إن حسن البنا عنده أداء وعبارات كانت أكثر دعوية، بينما سيد قطب عنده أداء وعبارات هي لتجهيل المجتمع وتكفيره وبالتالي إحلال دمه. كلنا عندهم ملناش أي لازمة، لأن أي مسلم غير إخواني هو في نظرهم خارج عن منظومة الدين كما يفهموه ويفسروه. يبقى أنا كده جاوبت على السؤالين اللي من ساعة امبارح ما الدنيا خلصت. يعني بنقول ببساطة شديدة الواقع والأداءات التعيسة هي التي جعلت هذه الحكومة البطيئة
تأتي بالأمس لتقول أن هذا تنظيم إرهابي. يبقى هي انضغط عليها منين؟ من الشعب المصري ومن ظهيره العربي. واوعوا تنسوا الكلمة دي، المشهد القادم هنسمع فيه كلمة الظهير العربي كثيرا لأنه العرب واقفين في الظهر، ما ينفعش. مسألة أكبر بكتير، لأن التنظيم ما هو إلا واجهة للاستعمار القديم بأجهزة مخابراته. فالمسألة تبقى واضحة قدام عينينا. لما حد يقول طب يا جماعة أنصار بيت المقدس اللي بتعلن مسؤوليتها عن كل الحوادث الإرهابية، قتل محمد مبروك، تفجير مديرية أمن المنصورة، حادثة الإسماعيلية، كل اللي بيحصل ده، بس دول مش الإخوان، ترد عليه بقوة، وأنا أسفة للغة، ببجاحة، لأن البجاحة معناها أن أنت عارف كويس قوي أنت بتقول إيه. فتقول لهم والله أمال بيانات بيت المقدس بتقول إيه؟ بتقول أهداف غير أهداف الجماعة؟ بيشتغلوا منين؟ مين اللي أصدر لهم عفو وخرجهم من السجون؟ من الذي مكنهم من الجلوس في سيناء؟ مين اللي قوض يد الجيش في العملية نسر؟